ليه بعض الناس بتخاف من المكالمات أكتر من الرسايل؟ ليه رنة التليفون ممكن تعمل لك ذعر؟ عمرك شفت حد بيرد على الرسالة عادي لكن أول ما التليفون يرن بيتوتر؟ بيسيب الرنة تخلص، يبص للتليفون كأنه تهديد، وبعدين يبعت رسالة: معلش كنت مشغول، كان في إيه؟ مع إن المكالمة أسهل وأسرع، لكن في ناس المكالمة بالنسبة لهم ضغط. السؤال هنا: ليه بعض الناس بتخاف من المكالمات أكتر من الرسايل؟ هل ده دلع ولا له تفسير نفسي وعصبي؟ خلينا نفهم، لأن الموضوع مش كسل، ده طبيعة الدماغ. أول سبب واضح: المكالمات فورية، يعني مفيش وقت تفكر ومفيش وقت ترتب كلامك، مفيش وقت تختار نبرة أو كلمة، لازم ترد دلوقتي، وده لوحده أصلا بيفعل نظام التوتر في المخ. الرسايل بقى عكس كده، بتديك مساحة تفكر وتمسح وتعيد صياغة وتتجاهل شوية وبعدين ترجع ترد. يعني الرسالة تحكم، المكالمة فقدان تحكم، والمخ عموما بيخاف من فقدان التحكم. وفي سبب تاني أعمق: المكالمة مش صوت وبس، المكالمة تقييم اجتماعي مباشر. انت لازم ترد بسرعة، تفهم الإشارة، تختار الرد، تظبط نبرة الصوت، وتتعامل مع المفاجآت. يعني المخ شغال مالتي تاسكينج، وده بيحرك جزء اسمه السوشيال ثريت، يعني تهديد اجتماعي، مش بمعنى بقى الخطر أو الخوف، لكن خوف من الإحراج، إنك تتلخبط، الصمت، إنك تقول حاجة غلط، إنك تبان ضعيف. في سبب عصبي بقى مهم: في ناس عندها حساسية أعلى للصوت، صوت المكالمة أو الرنة أو صوت الشخص، كل ده بيدخل الشخص في إثارة عصبية عالية، خصوصا لو الشخص أصلا متوتر أو مرهق. ساعتها المكالمة بتبقى هجوم مفاجئ على الجهاز العصبي بالنسبة له. في سبب بقى نفسي خطير: الرسالة بتسمح لك تلبس نسخة محسوبة منك، نسخة أهدى وأذكى ومرتبة، لكن المكالمة بتطلعك زي ما أنت في اللحظة دي. فالمخ بيخاف مش من الشخص، من إنك تظهر زي ما أنت من غير فلاتر. وفي نقطة برضو ما نقدرش إننا نتجاهلها: المكالمة معناها التزام، لو فتحت المكالمة لازم تكملها، لكن الرسالة تقدر ترد بجملة وتهرب. طيب نعمل إيه؟ لو المكالمات بتوترك ابدأ تدريجيا، مكالمة دقيقة، مكالمة مع حد قريب، ومع الوقت الجهاز العصبي بيتعلم إنها مش تهديد. واسأل نفسك سؤال صريح: أنا خايف من المكالمة ولا خايف من اللحظة اللي لازم أكون حاضر فيها؟ هل خوفك من المكالمات هو خوف من الناس ولا خوف من فقدان السيطرة على صورتك؟ لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب على القناة، ونشوفك الحلقة الجاية.